السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ما تنساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن المصممه الجزائريه مريم هاني اللي عملت ضجه واحداثت ضجه كبيره جدا في دبي، والنهارده بتطل على شاشه دبي وبتتكلم وبتعرض جميع انواع اللباس التقليدي الجزائري، منهم القندوره وكمان الغليله وكمان القفطان الجزائري. كان بعتت لي في القناه بتقول ازاي انتي بتقولي ان لوجين المصريه اللي لبست طبعا القفطان الجزائري في دبي، وطبعا احدثت ضجه كبيره جدا جدا هناك بالفعل. قالوا ازاي انتي بتقولي ان هي القفطان ده جزائري؟ لا ده مش جزائري، واللي صممته اصلا مغربيه يا جماعه. ما اللي هي المصممه اصلا بتاعته هي مريم هاني، واللي كانت عامله يعني في اسبوع الموضه في دبي هي اللي كانت مسؤوله عن الحاجات دي، وطالعه معاها طالعه مع لوجين ومتصورين مع بعض، وفي كذا لقطه ليهم. ازاي احنا بنقول حاجه اللي صممت القفطان اللي لبسته لوجين هو جزائري مش مغربي؟ بدي اعرف حضرتك اللباس اللي حضرتك لابستيه ماذا يسمى قبل ما نتابع حديثنا؟ اللباس اللي لبسته انا هو القفطان الجزائري. نعم القفطان الجزائري تماما مثل الصبيه اللي ايضا عم نشوفها بالقفطان الجزائري. حدثينا عن القصه، عن التفاصيل، كيفيه اختيار كل هالعوامل يلي بالفعل بدها دقه وحرفيه عاليه بالشغل. صحيح، هو احنا عندنا حرفيين يتوارثوا هذا الحرفه جد عن اب عن جد في الجزائر، لانه تقنيات التطريز، تقنيات الامبرويدري والقصات جدا مختصه بها هذا ودقيقه جدا. دقيقه جدا صحيح. لكن مثل ما نشوفوا هذه القطعه مثلا فهي جزائريه بحت. نشوفوا الاكمام اللي هم زدنا البيل سليفز اللي هم حضراتكم شايفين الاعجاب الشديد من المذيعات بتوع دبي باللباس التقليدي الجزائري وانبهارهم بيه، ومش بس هما ولكن كمان كل الناس اللي كانوا حاضرين، وده انطباع شفتوه كمان كل اللي حاضرين كانوا اللي حاضرين العرض. بالتوفيق ان شاء الله لاهل الجزائر وللمصممه الجزائريه، واشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. يا ريت ما ننساش اللايك والشير، وكمان ندوس على زر الجرس عشان نقدر يوصل لنا كل الفيديوهات الجديده اول باول باذن الله تعالى. وهنا وبس هتلاقي كل الاخبار الجديده اول باول.